مع فقرة ومناقشة أدبية مميزة وفريدة من نوعها يقدمها لنا اللايف كوتش عبد الرحمن رجب الملقب بالرائد صاحب كتاب جيم اوفر ستارت اجين. فلنرحب به. مساء الخير، انا عبد الرحمن رجب ملقب بالرائد. انا جاي اتناقش معاكم النهارده في حاجه صغيره جدا ممكن تفرق معاكم ورا. مين هنا عنده فرط تفكير؟ عنده بيفكر كتير؟ اتفضل. بيفكر كتير في ايه بالظبط؟ حاجات كتيرة يعني مثلا اكتر حاجه اللي بتفرق معاك. أنا هدف معاه كان عندي حاجة كنت بحلم بيها وراحت مني، كان حلم الدار بتاعتي وأنا الآن بعيد عنها. يعني طب انت بتتخلص من التفكير ده ازاي اصلا؟ إيه؟ تتخلص من التفكير ازاي؟ ما بيخلصش. تخلص منه؟ طب انا هقول لك انا هتخلص منه ازاي، بس نسمع بقى الناس بس. مين هنا تاني بيفكر كتير والتفكير بتاعه لدرجه بيوصل عنده لصداع؟ بصوا انا عاوزاكم كلكم تشاركوا، يعني المشاركه بتاعتكم دي هي بتبقى من خلال المناقشه، احنا لازم كلنا كده نصحصح ونشارك. ايوه، ايه اكتر حاجه بتفكري فيها مثلا؟ ايه؟ السمع. طب دي حاجه كويسه، يعني انت تفكيرك في الايجابي افضل من التفكير في السلبي. التفكير ده بيتعمل كخوف مثلا ولا ايه؟ معلش انا صوتي مستوعب. ماشي. مين تاني بيفكر تفكير مفرط لدرجه ان هو خلاص بيبقى بيقول لي دماغه خلاص عايز انام؟ مين فينا هنا تاني؟ اتفضل. على صوتي مستوعب. نعم؟ غلط عملته قبل كده فانت خايف منه مثلا؟ تمام. انا هقول لكم مثلا نخلص من التفكير المفرط السلبي. قبل ما اي حاجه طبعا بتبقى الساعه 12 بالليل السقعان بقى لما تبتدي تشتغل. ده أحلى وقت. ايه؟ ده أحلى وقت. كلنا دماغنا بتشتغل بعد الساعه 12. ده أحلى وقت. يا ريتها بتشتغل. فالمهم انا هقول لكم على حاجه بسيطه جدا ممكن تفرق معاك. تمرين من 7 ايام ل 10 ايام يوميا. تجيب الموبايل بتاعتك او اجنده صغيره كده، بيفضل ان هي تكون اجنده صغيره خليها معاك. تكتب فيها كل حاجه بتفكر فيها. واي خطه تيجي في بالك اكتبها برضك لانك في يوم من الايام هتحققها. دي معلومه ليكم، انا يعني عن تجربه شخصيه انا جربتها ونفعت معايا كتير قوي. حاجات كتبتها من سنين انك تستقبل الوقت. فده بفضل ربنا يعني. الحاجه اللي يعني بص خلاص عايزين نتخلص من التفكير المفرط ده، هنعمل ايه؟ نكتب بقى كل حاجه بنفكر فيها في ورقه وقلم. خرج اللي في عقلك في الورقه دي. بعد ما تخرجه خلاص طب انا كتبت ايه اللي بعد كده؟ هقول لك انا بقى تعمل ايه؟ يوميا بالذات الفكره السلبيه عايزين